ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده عن الناس المرتبطه اللي هم بيحبوا بعض. لما تكون بتحب واحده، ما تستخسرش فيها، ما تستخسرش فيها مثلا كلمه حلوه، ما تستخسرش فيها فلوس، اي حاجه. يعني بلاش استخسار. الاستخسار ده يعني للناس ايه اللي هي ايه، انا شايفها ما تستاهلش، انا شايفها لا، انا مش مقتنع بيها اصلا، انا مش هي بتعرف كده. لما انت بتستخسر فيها هي بتعرف كده، ان انت شايفها ما تستاهلش، ان انت شايفها مثلا قليلة، ان انت شايفها لا انا مش مقتنع بيك اصلا، او يعني فبلاش استخسار. يعني مش حكاية برضو فلوس، حكاية مشاعر، حكاية كلام حلو. البنات بتحب تسمع كلام حلو يعني، وبتحب ايه، تشعر كده من ناحيتك باحاسيس، بمشاعر. بلاش تبقى جاف كده معاها. بلاش يعني لو انت مثلا ماديا كويس او بتشتغل او كده يعني، مثلا جت مناسبة لازم تجيب لها هدية. يعني ما ينفعش ان انت ايه افوت اطنش كأني مش واخد بالي او حاجة. لا، هي بتاخد بالها وهتحطك في البلاك ليست يعني. فبلاش الحاجات دي يعني. الحب موجود وكل حاجة، بس الهدايا دي بتقرب الناس من بعضها قوي. يعني بتخلي يعني البنت تفرح، الولد يفرح، آه، بتخلي في فرحة كده. الهدية حتى لو الهدية دي وردة، مش لازم تكون بفلوس يعني حاجة غالية، لا لا خالص. يعني لو حاجة بسيطة، يعني انت لو عرفت مثلا ان هي بتحب مثلا الاكسسوارات، وجبت لها حلق مثلا، حلق اكسسوار، الحلق ده هيبقى عندها بالدنيا، ممكن تفضل حاطاه قدامها كده وتتفرج عليه. فالموضوع مش حكاية فلوس وحكاية حاجات غالية، لأ. ممكن المشاعر برضو، الكلمة الحلوة لما تقول لها انا كنت بطمن عليك يا حبيبتي، او يعني في التليفون او حاجة. الحاجات دي بتفرق جدا يا جماعة والله. ما تستقلوش بكلمة، او ما تستقلوش بهدية بسيطة، او ما تستقلوش بأي حاجة. على فكرة ممكن حاجة قد كده، بس دي تفرق جدا جدا مع البنت. تفرح بيها جدا، تبقى شايلك كده، مش عارفة تعمل لك ايه اساسا من السعادة. ان انت فاكرها، ان انت بتسأل عليها، ان انت وقفت جنبها في موقف هي كانت محتاجاك فيه. الحاجات دي يا جماعة بتفرق جدا، ما تستقلوش بيها. بس كده. لو شايفين الفيديو ده ممكن يفيد حد، اعملوا شير، وما تنسوش المتابعة او الاشتراك حسب ما بتشوفوني على اليوتيوب او الفيسبوك. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، وباي باي.